السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو بسيط، وهو عشان الحر طبعا هنعمل ايس كريم باي فاكهه انت عايزاها تعمليه. انا النهارده ان شاء الله هعمله معاكم بالكنتالوب، ولازم اي فاكهه تكون لازم تحطيها في الفريزر، لازم تكون متلجه اهو. بس برضو التدليج مش اللي هو يبوظ الحاجه يعني، ولا كبه ولا خلاط يبوظه، يعني تفكي بسيط وتقومي حطاه. تحطي عليه كوبايه زبادي، اي نوع زبادي تحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلقتين عسل، لو مش عندك عسل حطي سكر عادي، لو مش عندك سكر حطي اعملي عسل الحلويات برضه هينفع، يبقى اخر جمال اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي معلقتين، ولو عوزتي تاني تحطي، وهنقوم بقى نضربه في الخلاط. لو ما عندكيش كبه تستعملي الخلاط عادي، وهنعمل احلى ايس كريم ان شاء الله مع بعض. هقوم اضربه حبايبي واوريلكوا شكله ان شاء الله عامل ازاي اهو يا حبايبي. بعد ما ضربته ده شكله، بصوا كريمي ازاي وتقيل وجميل اهو. ومفضيه بقى في علبه وحاطاه في الفريزر، وبعد كده تاخدي منه احلى ايس كريم ان شاء الله. بصوا الجمال، تغطيه بالغطا بتاعه. بعد ساعتين ولا 3 ساعات حسب التجميد عندك تطلعيه وتقومي حاطاه في الكوبايات، واحلى ايس كريم لاولادك. تعالوا بقى اوريكم اللي انا كنت عاملاه امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. وده ايس كريم مشمش، بصوا حطاه عاملاه من امبارح، بس شكله وجماله. بس هو الجو حر برضو اهو يا حبايبي. بس كده، وتاكلي ايس كريم نضيف وجميل وصحي وكل حاجه حلوه فيه ان شاء الله. وبرضه عملت ايس كريم فراوله، بس كميه الفراوله بصراحه كانت قليله شويه، فلازم تكون الفاكهه اللي انت هتعمليها تكون كميتها كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ما عندناش معلقه الايس كريم، فعادي يعني هنعمل من المعلقه العاديه بتاعتنا وهيتاكل ان شاء الله. ان شاء الله سهل وبسيط، ما فيهوش اي تعب خالص، وطعمه حكايه بصراحه. انت اللي بتتحكمي في السكر بتاعه، يعني هو مقاديره سهله مفيهاش اي حاجه، وكريمي وجميل. وده يا حبايبي شكله النهائي. لو عجبكم متنسوش الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.